السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد على قد الايد كالمعتاد. تعالوا بقى نعمل شوية مكرونة لوز العنب، لوز اللوز، في حلة واحدة بطريقة خطيرة، وشوية كبد فراخ كده. تابع الفيديو للآخر هتنبهروا. خطيرة، تحفة بجد، حلوة قوي، والخلطة بتاعتها حلوة، والمكرونة مفلفلة وجميلة كده، وكلها مش هنسلق احنا ولا هنتعب نفسنا النهاردة ولا هنعمل اي حاجة. تعالوا نشوف معانا ايه. معانا كيلو من كبد الدجاج. هنقول مكوناته الاول. معانا بصلتين متقطعين، ومعايا فلفلتين، ومعايا 3 طماطمات، ومعلقه كبيره من الثوم. احنا عايزين نقطع الكبد نصين زي ما انت شايفه كده بالظبط في الفيديو. انا حبيت اوريكي بتتقطع ازاي عشان انا مش عايزاكي تهري الكبده، لان لو قطعنا الكبده حتت صغيره هتتهري معانا ومش هتبقى كويسه. انا هقسمها نصين. لو فهي فصين، احنا هنقسم الفصين ده نصين. تعملي كل حته فص كده زي ما انت شايفه كده بالظبط في الفيديو. ولو لقيتي فيها حتت متقطعه ما تجيش يمها، سيبيها زي ما هي. طبعا الكبد دي مغسوله كويس ومنقوعه في ملح وخل وليمون. وبعد كده طلعتها قطعتها، يعني بتغسليها كويس عشان ريحه الزفاره بس. هنقطعها كده زي ما انت شايفه. هكمل بقيه الكميه عشان ما اطولش الفيديو عليكم. هنا كنت قطعتها كلها، وهنزل عليها بليمونه برضو عشان الزفاره، لان انا بصراحه لما بشم ريحه الزفاره بتاعه الكبده بتضايق. فانا لازم ااكد، او لازم ناكد عليها عشان ايه؟ ما نشم الزفره في اي حاجه. احنا هنقلب تقلبتين 3 كده بالليمونه دي، وهنجيب صينيه وننزل ب3 معالق زيت كبار. انا هنا مش عايزه انزل السوائل اللي في الكبده، انا عايزه الزيت يسخن كويس عشان لما اديها صدمه ما تنزلش الميه بتاعتها، زي ما بنعمل الكبده البلدي او اي كبده. اي كبده تستغليها او تستفادي منها ان انت ما تنزليش السوائل بتاعتها. انت لو وطيتي النار عليها هتنزل السوائل بتاعتها، فانا مش عايزه انزل السوائل بتاعتها. انا عايزه انزلها على الزيت وهو سخن. صلوا على النبي كده يا حبايبي وانتوا بتتفرجوا على الفيديو. ولو لسه ما اشتركتيش في القناه اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اللي على قد الايد برضو. هنا كنا نزلنا بالكبده كلها. مش هاجي يمها خالص غير لما ابدا احس ان هي اخدت لون من تحت. اما احس ان هي خدت صدمه من تحت هبدا، اما تاخد صدمه ابدا اقلبها. وما تقلبيش في الكبده كتير برضو عشان الكبده ما تنزلش السوائل اللي فيها كلها. الطريقه دي حلوه قوي وطعمها مختلف وبتديكي تيست مختلف بالخضار بتاعها، بالحاجات اللي احنا هنعملها معاها. هتلاقيها طعمها حلو قوي، جربوها هتعجبكم. هنا كانت الكبده خدت لون من ناحيتين. هبدا انزل بقى بالخضار اللي معايا. هنزل الاول بالبصل، هقلبه تقلبتين كده. ولو لاحظت الفيديو خدتي بالك ان انا بقلب على مهلي، انا بس عشان مسرعه الفيديو، لان الكبده بتاعت الدجاج بالذات لو قلبت فيها كتير هتتهري منك، وانا عايزه الكبده تبقى سليمه زي ما انت شايفاها كده. فكل حاجه من الخضار هتقلبيها تقلبتين 2 بس. هبدا انزل ببقيه الخضار اللي معايا. الفلفل وهقلبه برضو تقلبتين كده. انا عايزه الكبده تشرب من جميع الخضار اللي معايا، تاخد التست بتاع الخضار. هنزل ببقية الخضار. معايا هنا الاول مكعب ماجي هنزل بيه، وابدا انزل بقى بالتوابل: ملح، فلفل اسود، كمون، توابل مشكله، بابريكا، زي ما انت شايفه كده بالظبط. هنزل بالتوابل بتاعتي من كل نوع من التوابل دي نص معلقه كده. وطبعا احنا حاطين مكعب مرق وحطينا ذرة ملح. بعد ما الكبدة تستوي ظبطي ملحك بقى، ما تنسيش ان المكعب زي ما احنا عارفين بيبقى فيه ملح. فانا مش هنزل بملح كتير لحد ما تستوي معايا. هقلبها كمان تقليبة كده في التوابل. وهنزل بالطماطم والثوم. الطماطم اخر حاجة تحطيها. هنزل بفص ثوم، يعني قولي معلقة كبيرة من الثوم. هقلبهم في بعض برضو، وعشان اعزز الطعم شوية واللون هنزل بمعلقة صلصة.
الصلصة عشان الطعم واللون برضو، عشان تديني لون حلو وتديني طعم حلو برضو. بس كده، معلقة صلصة كبيرة. هقلبها بس بحيث انها تاخد التست مع الخضار ومع الكبدة، وكده تبقى الكبدة معاكي زي الفل. ما تقلبيش فيها كتير، تقلبتين 3 وخلاص. هنغطي عليها بقى ونسيبها جنبنا، ونبدأ نشتغل في المكرونة بتاعتنا. شوفوا هنا، اللهم بارك، حلوة وسليمة وما اتهرتش مني عشان انا واخدة بالي وبقلب كويس. فما شاء الله اللهم بارك كده فل. هنركنها بقى في جنب، وتعالوا بقى نعمل المكرونة الخطيرة من غير سلق. مش هنسلق اي حاجة ولا هنتعب نفسنا، كله في حلة واحدة. ريحي نفسك كده، ما تتعبيش نفسك كتير. وبصي، اقسم بالله طعمها خطير تحفة، مش هتبطلي تعمليها بالطريقة دي. هننزل برضو بمعلقتين 3 زيت. على فكرة يا جماعة، انا بفضل اشتغل بزيت عافية، عشان انا ما بفضلش السمنة النباتي دي، لا اما زبدة بلدي لا اما سمنة بلدي. انا ما بحبش السمنة، انا بطبيعتي ما بحبش اطبخ بسمنة. انا بحب استعمل الزيت، بيبقى خفيف. هنزل هنا ببصلة مفرومة، هدبلها بس كده اديها لون خفيف، وبعدين ورقتين لوري، وبعدين معلقة كبيرة من التوم. هقلب كده تقلبتين خفاف مع بعض، وبعدين انزل بعصير الطماطم اللي عندي زي ما انتوا شايفين كده، لحد ما التومة تاخد لون بسيط، وانزل بعصير الطماطم. هنزل على عصير الطماطم هنا ب3 معالق كبار من الصلصة، عشان اللون وعشان تديني طعم حلو. وهنزل بنص معلقة من السكر عشان الحموضة بتاعة الطماطم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلى على النبي يا حبيبي وانتوا بتتفرجوا على الفيديو كده، واذكروا الله دايما عشان ربنا يبارك في كل شيء بتعملوه. هنا نزلنا ب3 معالق من الصلصة، هنقلبهم كويس ونسيبها تتسبك تسبيكة تامة كاملة. احنا عايزينها تتسبك. هنا نزلنا بالنص معلقة من السكر عشان الحموضة، عشان طبعا الصلصة مع الطماطم، عشان الحموضة. هنسيبها بقى تتسبك، وعند ما تيجي تتسبك تعالوا ننزل بالتوابل بتاعتنا. كده خلاص اتسبكت معايا وطلع الزيت على الوش كده، تبقى خلاص اتسبكت معاكي. هننزل بمكعبين ماجي، وهنتبل فلفل اسود، كمون، بابريكا، توابل مشكلة، نص معلقة ملح. ومن كل نوع من التوابل اللي انا بقولك عليها دي معلقة صغيرة. هنقلبها كويس في التوابل اللي احنا نزلناها دي، وننزل بالفلفل الالوان اللي عندنا. فلفل الوان عشان يديكي طعم مختلف، وعشان يديكي لون حلو مع المكرونة، هيبقى الشكل احلى. هنا معاكي فلفل اصفر واخضر واحمر. هننزل بقى بكيس المكرونة سليم من غير سلق، هنقلبه تقليبتين مع بعض، وبعدين ننزل بمية سخنة من الكتل، يا دوبك نغطي المكرونة بمقدار عقلة صوبع. المكرونة ما بتاخدش سوا كتير، يا دوبك هنغطيها بمقدار عقلة زي ما تكوني بتعملي رز ابيض، وهتسيبيها بقى تستوي مع نفسها كده. خطيرة، جربوها على الطريقة دي تحفة، مش هتبطلوا تعملوها كده. تعالوا بقى نشوفها. انا هنا جاية اوريكم كده وهي لسه فيها صوص، ما تقلقيش، انا عايزاكي تقفلي عليها كده وهي فيها صوص. عندي ما هتبرد شوية، وعندي ما تيجي تغرفيها هتشرب كل الصوص ده، مش هيتبقى فيها اي حاجة. فالصوص ده افضل وقت ان انت تطفي عليها النار، هتبقى مفرفرة وجميلة وطيبة ومستوية وخطيرة معاك. تعالوا شوفوا المنظر هنا، الكبدة خطيرة والمكرونة مفلفلة وتحفة، وبألف هنا وشفا للي أكل. اللهم بارك يا رب، واللهم ديمها نعمة علينا، ويديم نعمة كل بيت وكل نعمة في كل بيت. اللهم بارك يا رب.
لو وصلت لحد هنا اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهات البسيطة واللي على قد الايد. يا رب اكون قدرت افيدكم لو بحاجة بسيطة، ويا رب اكون كنت خفيفة على قلوبكم. اشوفكم في فيديو جديد على خير من مطبخ بسمة وليد.